ده نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 ما بين النادي الأهلي والنادي الوداد، وده ياسر إبراهيم بيحاول يطلع بالكرة، الكرة بتتقطع بتروح لزهير المترجي، بوم في المرمى، الشناوي ما بيشوفهاش، ولو الكرة اتعادت 1000 مرة الشناوي برضو مش هيشوفها، وادي زهير المترجي بيحتفل احتفاله المعهود. طيب النادي الأهلي يتعلم من أخطائه؟ لا، إزاي؟ هدف فاركو الأول من الماتش اللي كان بيتلعب من شوية، الكرة هنا في نص الملعب وضغط طبعا سلبي جدا من أكرم توفيق على حامل الكرة، وهنا كمان حسين الشحات بيبيع نفسه وبيروح يضغط على الراجل اللي معاه الكرة وسايب الباك الشمال اللي هو اصلا المفروض يكون معاه، والراجل بيروح وبيحط الكرة لزهير المترجي اللي بيقول لرامي ربيعة السلام عليكم وعليكم السلام، وبيحط الجون ويحتفل كمان احتفاله المعهود. ولو خدنا بالنا هنا هتلاقي ان الكرة رايحة في اتجاه المرمى والشناوي حاول عليها بايده ولكن خدت ايده ودخلت جون. وطبعا في المباراة دي كلنا عارفين ان النادي الاهلي كان بيلعب بمهاجم وهمي، ولكن المفاجأة انه كمان كان بيلعب بحارس وهمي.